ايده كلكم ترفعوا ايديكم. ابونا يختار واحد ولا نديلهم سؤال تاني؟ سؤال تاني. هنقول سؤال تاني. سؤال تاني. كذا واحد قال، كذا واحد قدام كله قال. طب this is easy one. How many of each of unclean animals God asked Noah to take in the ark? Two of each. تعالي خدي هديتك من ابونا. Two of each. طب نرجع للعربي. من هو أول من بشر الملاك أمه بميلاده؟ أول واحد في الإنجيل في العهد القديم، ونلاقيها في الخروج، نلاقيها في التكوين. الملاك بشر أمه قبل ولادته. أيوة، بشر أمه باسمه، سماه الملاك قبل ميلاده. أنا آسف، هو سماه الملاك قبل ميلاده. لا، في العهد القديم في التكوين. وبس صمويل؟ لا، صمويل مش في التكوين، صمويل ليس ورا. في التكوين. لا مش اسحاق، مش اسحاق. هو اللي اتسمى كان اسماعيل، وده الاسم، وهنلاقيها في تكوين 16 11. نعم، ما احنا مالنا، بس انا بقول لكم ده من الانجيل. طب سؤال برضو حلو كده. من اتطلب منه مهر محدد لعروسة فدفع الضعف بإرادته؟ ما كانش بإرادته، كان غصب عنه. كان غصب عنه، ما كانش بإرادته. لا. أنا عاوز كبار. يعقوب؟ لا مش يعقوب. not Jacob. سؤال صعب. طب هو كان داوود النبي لما راح يتجوز ميكال بنت شاول، فشاول طلب منه، قال له ان انا عاوز مش فهر بفلوس، انا عاوز 100 فلسطيني 100. فراح هو ورجاله وجاب له 200. ودي نلاقيها في صمويل الثاني الاصحاح 18. طب من الذي حكم عليه بحكم الإعدام؟ لأنه وصل رسالة محزنة ونسب فاعلها إلى نفسه، قال لك إن أنا اللي عملت كده، فاتحكم عليه بالإعدام. اللي قتل شاول، اللي قتل شاول الملك، وراح قال لداوود إن هو اللي قتل، فقال له يحكم عليك بالإعدام. نروح سؤالين بالإنجليزي. How many sisters did Eve have? Yes, how many sisters? How many sisters Eve had? Okay, none. اتفضل تعالى خد هديتك من ابونا. What is another name to Saint Peter? He have some other names.
I want two names. I want two names. نشوف كده. لا، سمعان وصايمن صح. ها؟ سمعان والصخرة. اوكي. او الصفا كمان، كان في الاسم الصفا. تعال خد هديتك. طب للكبار بقى اخر سؤال. كم مرة في اليوم كان الغراب بيجيب اكل لإيليا؟ كان كم مرة في اليوم؟ مرتين. انا اسف. خلاص ولا ابونا عشان السؤال ده هيديكوا سؤال تاني علشان عاوز يديكوا هديه. من هي التاجرة الوحيدة المذكورة في الإنجيل في العهد الجديد؟ واحدة تاجرة، واحدة بتاعت ميرشاندايز. ليديا، اتفضلي هديتك. اتفضلي يا ولد سبونة. طيب للولاد الصغيرين آخر حاجة بقى، سؤال صعب. What was being built when God destroyed and confused the language of the whole world? What was built? برج بابل. كمان تعال خد هديتك من ابونا. طب كل سنة وانتم طيبين وتعدوا له بخير. بنشكر أخ إميل على المسابقات اللطيفة اللي قدمها. كل سنة بيمتعنا بالمسابقات بتاعته. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الشباب والشابات بتوع الكنيسة هيقدموا دلوقتي الأوبريت بتاع قصة استير. قصة استير، ودي أول مرة يقدموها في الكنيسة. سفر استير من أسفار الكتاب المقدس في العهد القديم، طبعا كلكم عارفين القصة دي. وقصة استير تعبر عن خلاص الله، عن خلاص الله. شعب بأكمله كان محكوم عليه بالإعدام، الشعب اليهودي في أيام استير، ولكن الله تدخل بطريقة عجيبة عشان يخلص الشعب ده من الهلاك. قصة تدينا رجاء إن الله ضابط الكل، وإن الله هو المخلص، وإن الله يخلصنا. وقصة أستير برضو بتعلمنا قوة الصلاة والصوم والتجاء إلى الله. أستير أعلنت الصوم والتضرع لله، وكانت النتيجة استجابة عجيبة جدا. ربنا بيسمع. فاللي منكم تعبان أو متضايق أو مجرب أو عنده مشكلة، ياخد من القصة دي إيمان، شحنة إيمان إن الله بيسمع. الله بيسمع
حتى الأنات بتاعة القلب، حتى الآهة اللي الواحد لما يتقوى برضه ربنا بيسمعها. قصة مليانة بالتأملات الكتيرة، مش عايز ان انا اخد وقت كتير واترككم انكم تتمتعوا بهذا العمل الكبير. وقبل ما يبدأوا بشكر اخ اشرف على جهده الكبير اللي بيعمله كل سنة، وبشكر الاخوة والاخوات اللي شاركوا في هذا الاوبريت. وانتوا بتتابعوا الاوبريت هيبقى فيه صور تتعرض على الشاشة عبارة عن صور من سفر أستير، صور من سفر أستير. أنا برضو بشكر مايكل وبيتر وميري إنهم جهزوا لكم البرزنتيشن دول، البرزنتيشن الحلو اللي هتشوفوه دلوقتي. وفي أوراق هتتوزع عليكم فيه النص بتاع الأوبريت، تقدروا تتابعوا منه الأوبريت. أوبريت مسميينه خلاص الله لكل الشعوب. ربنا يدينا بركة أستير وبركة هذه القصة المباركة، ويعطينا رجاء في خلاصه لكل الشعوب. له كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. أثناء عزف الموسيقى ودخول فريق الشباب، عايز أقول لكم إن العمل ده أول مرة يتعمل في وقت قليل قوي، صغير لظروف خارجة عن إرادتنا، لكن الكل زي ما أقول آلة أبونا برام بذلوا فيه كل مجهود أقصى ما عندهم من الصغير الكبير. والمفاجأة إن اللي أعد لنا الفيلم أبونا برام نفسه، هو اللي أعده بمساعدة أولاده طبعا، بس هو اللي كانت مفاجأة كان عملها لنا يعني. فده تعضيد جميل، وكان بيحضر معنا البروفات، بعض البروفات هو قدس أبونا مرقس، وده كان شيء جميل يعني. هتبدأ يا سامر؟ أرجو تتابعوا معانا، وإن شاء الله أوبريت تعجبكم، موجود باللغة العربية واللغة الإنجليزية. واحد.
أول مرة كورال الشباب يقولوا، وده كانت اقتراح لآباء الكهنة. احنا اخترنا مزمور 150 باللحن الكيهكي، بالنغمة الكيهكية اللي بتسمعوها، فهم هيقولوها دلوقتي، وبعد كده هيبقى هنعتمد في الأوبريت على الشموع والإضاءة القليلة. page 94 صفحة 94.
كورال الشباب كعادته كل سنة ما بننساش يعني إن محبتنا اللي بيننا وبين آباء الكهنة ما بتقدرش بهدايا أو بغير هدايا. احنا فريق كورال الشباب ماري مرقس والأنبا إبراهيم بيقدم هدية كعادته كل سنة، بنقدمها كناحية محبة وبركة في نفس الوقت لآبائنا الموقرين أبونا الأمس أبونا إبراهيم وتصوني. ممكن تفضلوا. وقدس أبونا مرقس وتصوني أيضا.